السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة من فيلسوف الكورة. وحشتوني 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 جدا. النهاردة هنتكلم في مواضيع كتير، حلقة دسمة. عايزينك كده ايه يعني كوباية فوار بعدها. يعني ظبط مشروبك، تعالى ورايا، استناني بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني يا جماعة. النهارده الحلقة جامدة جدا، بس قبل ما نبدأ الحلقة عايزك تنزل تعمل اللايك وتشترك في القناة، تفعل زر الجرس، تكتب لي كومنت حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول موضوع معانا موضوع ناري. طبعا ايه، انا عايزك تستنى معايا لحد اخر الحلقه عشان فيه موضوع جامد جدا. اول موضوع معانا كابتن مدحت شلبي الى قناه اس اس سي السعوديه. يعني ساب اون تايم سبورتس، ساب اون تايم سبورتس. يعني ايه؟ يعني مش هنسمع تعليق كابتن مدحت شلبي تاني؟ مش هتسمع تعليق كابتن مدحت شلبي تاني، ولا هلا فيش. طب والبرنامج؟ الله اعلم. اداره اون تايم سبورتس النهارده اعلنت ان كابتن مدحت شلبي الى قناه اس اس سي، ولو حبيت تتفرج عليها طبعا اقول لك ان القناه دي قناه من على النت. وطبعا احنا فاكرين لما كنا بنتفرج على كاس العالم للانديه كان بيحصل فين ايه عشان نتفرج؟ كنت بتلاقي الجون جه وانت لسه في الدقيقه 16 والجون في الدقيقه 30. تلاقي نفسك لسه في الدقيقه 16 والجون جه اساسا، والناس بتحتفل تحت وانت لسه اساسا بيسنطروا كده. يعني حاجات جامده جدا كانت في حوار النت ده، عشان انت عارف طبعا النت في مصر سريع جدا. ما بنشوفوش حرفيا. الموضوع اللي بعد كده ميسي. انا عارف في ناس هتتبسط من الموضوع ده وكانوا عايزين نتكلم عن ميسي وهم عارفين نفسهم. انتر ميامي امبارح، او انتوا هتشوفوا الفيديو ده بكره فيبقى اول امبارح. انتر ميامي كسب كأس امريكا بعد يعني سيناريو غريب عجيب. ميسي جاب الهدف الاول طبعا. المهاجم اللي هو الوينج طبعا جه يشوط، جت في المدافع، رجعت لميسي، عمل واحده سبعه كده من اللي هي بتاعت الخماسي دي، وايه حطها في البعيد. طبعا ميسي تريد مارك، هي الشوطه بتاعته دي ما فيش حارس بيصدها. بعديها ما لحقش يفرح، لبس جون على طول. تمام. قعدنا كده حبه، والهجمه هنا هجمه هنا هجمه هنا هجمه هنا. طبعا لحد ما جت ضربات الجزاء. ضربات الجزاء اللي الواحد كان يعني مخنوق منها، مفيش لعيب بيضيع. مفيش غير اللعيب اللي هو اللي ضيع في الاول، بعد كده راح الحارس صدها اللي هي اخر ركله وبتاع، وفضلوا ده يجيب وده يجيب وده يجيب وده يجيب لحد حارس المرمى. حارس المرمى اللي كان بيفكرني بيتر تشيك ده، اللي كان مش عارف لابس فيه ايه، لابس بطيخ في دماغه ولا ايه. المهم الحارس ده غريب جدا بصراحه. من اول الماتش بصراحه، من اول الماتش هو، بس هو يعني الحسنه الوحيده ان هو ايه، صد الكوره. صد كوره من الكور، ما خلاهمش يخسروا على طول. هو اللي خسرهم فعلا، بس ما خلاهمش يخسروا على طول، اداهم امل بعد كده سحبوا منهم تاني. ايه الموضوع اللي بعد كده؟ عامر ينضم لنادي المقاولين. نادي المقاولين اللي عامل صفقات زي الفل، نادي المقاولين اللي جايب عامر جده ينضم الى جهاز بيراميدز كمساعد. طبعا مش جد انا، جد انا الله يرحمه والله يحسن اليه. جده اللي هو بتاع المنتخب. جايب مش همنتجها، سيبها زي ما هي. هينضم الجهاز بيراميدز وهيبقى مساعد مدرب. تمام. الموضوع اللي اثار اهتمامي وخلاني مستغرب هو حصول قفشه على افضل لاعب خط وسط مهاجم في 2022، موسم 2022 2023. طبعا انت مستغرب، ده من رابطه الانديه. مع اني نفسي بس اشوف قفشه مثلا دور بارز. انا كل اللي فاكره الهدف اللي جابه في الداخليه، الهدف اللي جابه في طلائع الجيش، اللي هو اللي كان صاروخيه ده، مفيش غيره. انا عايز اشوف له بصمه. يعني سابوا حسين الشحات ومسكوا قفشه، ولا ده عشان احسن خط وسط مهاجم؟ ما في ناس كتير قوي كويسه. عبد الله السعيد ماشي في الموسم ده على خطه ثابته وكويس تمام. بس قفشه طبعا احنا عايزين ندعمه هو. وفعلا هو جدد 3 سنين، جدد 3 سنين للاهلي. الموضوع اللي بعده شعار النادي الاهلي. شعار النادي الاهلي الجديد
الشعار اللي يعني من ساعة ما نزل وهو عليه ضجة جامدة جدا، وفي ناس من جماهير النادي الأهلي اتقسموا نصين، بقوا ناس مؤيدة للشعار وناس مش حابة الشعار. طب يعني اللي مش حابين الشعار مش حابينه ليه؟ قال لك هو بص، ده الشعار القديم وده الشعار الجديد. الشعار القديم زي ما انت شايف كده، الشعار القديم تحسه يعني نازل كده وايه، في عمودي كده. لكن الشعار الجديد تحسه بيضاوي، زي ما انت شايف تحسه بيضاوي كده. وطبعا عدد النجوم قل، هو مش هتلاقي فرق كبير، هي بس ايه الحز اللي موجود ده، والنجوم قلت. هل الناس اللي زعلانه لان النجوم بتاعت النادي الاهلي قلت، ولا زعلانه من شكل الشعار ذات نفسه؟ ده انت اللي هتكتبه في الكومنتات، وارجوك اكتب في الكومنتات رايك. ايه اللي بعده؟ نتكلم بقى في شويه انتقالات كده على السريع. يعني مثلا على سبيل المثال، سموحه ضم اسلام جابر لمده 3 مواسم. الداخليه بيتعاقد مع احمد عماد ومدافع ايه لمده سنه على سبيل الاعاره. ورسميا زد يضم شادي حسين، خلاص كده شادي حسين انتقل رسمي. وريال مدريد كسبت صح امبارح 3-1، ونادي النصر خسر لتاني مرة، وتعثر جامد جدا. ليه كده يا رونالدو؟ ليه؟ بعد ما ضموا اسماء كبيرة، ده كانوا هيخسروا من الزمالك. الزمالك طبعا اسم كبير، أنا ما بقولش حاجة، بس يعني الزمالك دلوقتي غير مستقر فنيا، غير مستقر اداريا، غير مستقر اي اقتصاديا حتى، ولا مستقر في اي حاجة. وكان يعني كانوا هيدوم على عينهم. هنعمل ايه؟ المهم، الموضوع اللي بعد كده، احنا طبعا قلنا ان يعني نادي الزمالك كل اللي فيه استقال، فمش عارفين لسه مين رئيس النادي اللي جاي. بس اتمنى يكون حسين لبيب، لان حسين لبيب لما جه اللجنه المؤقته كان عمل انجازات جامده جدا، قدر يخلي امام عاشور بعد ما كان مش خلاص بتربس، جدد. حسين لبيب عنده شخصيه كويسه. الموضوع الاخير معانا، طبعا اخبارنا مع نادي الزمالك كترت اليومين دول عشان غير مستقر ولا في اي حاجه. الموضوع اللي بعده هو فتوح. ماله فتوح؟ هقول لك. فتوح الى نادي الحزم السعودي بكم؟ ب2.5 مليون دولار. مبلغ كبير. ولو مشوا زيزو هيبقى معاهم 350 مليون دولار. 350 زائد ال 200 اسمه ايه ده، 350 مليون جنيه. 350 مليون جنيه من زيزو زائد 2.5 مليون دولار، يعني بتتكلم في سكة معاك 450 مليون جنيه تقدر تظبط بيهم كل مشاكلك. اي مشكلة عندك هتحلها. تمام. طب ايه التفاصيل؟ نادي الحزم السعودي قال احنا عايزين فتوح لمدة 2 سنين، واتفقوا على كل حاجه مع اللاعب، بس ناقص بس اداره نادي الزمالك توافق، اللي هي مش موجوده. الاداره اللي احنا مش عارفين هي مين اساسا. بس كده. لو عجبتك الحلقه، اتمنى تكون عجبتك الحلقه، ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، تفعل زر الجرس، تكتب كومنت حلو. اشوفك في الحلقه الجايه. سلام.